أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. أهلا بكم في كل مكان. أتمنى قبل ما أبدأ الموضوع اللي هتكلم فيه، أتمنى أن يكون في اشتراك للقناة وتفعيل الجرس، ويكون في متابعة لايك أو في تعليقات إن شاء الله بآه أو لا، سواء سلبي أو إيجابي. أنا هتكلم في موضوع يهم كل مواطن مصري النهاردة، وأنا اتكلمت فيه قبل كده كتير جدا عن موضوع الأسعار. النهاردة هخصص حاجة أتكلم فيها، إيه هي؟ موضوع الأدوات المنزلية أو خاصة الأدوات الكهربائية زي الثلاجات والغسالات والبوتاجازات. ليه؟ لأن كل أسرة النهاردة بيهمها موضوع الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، لأن دي حاجات أساسية. مفيش بيت في الدنيا كلها بيقدر يستغنى عن الثلاجة أو عن الغسالة أو عن البوتاجاز. محدش بيقدر يستغنى عن الثلاث حاجات دول. تمام؟ النهارده الاسعار فعلا الدوله بدات توفر او في سيوله دولاريه بعد موضوع راس الحكمه. بدا يكون في سيوله دولاريه، ويقال ان دخل البنك المركزي مبلغ ضخم من الدولارات، وهيتم توفير الدولارات لاصحاب الشركات او السجلات التجاريه اللي هم بيستوردوا الحاجات دي من بره. زي ما هم بيقولوا النهارده الدولار هيكون مثلا ب 30 جنيه و40 قرش او ب 30 جنيه و80 قرش. طبعا هيشتريها من بره هتكون سعرها رخيص، لان النهارده انا بوفر لك نص الثمن. نص الثمن انت راجل النهارده بتبيعها لي ب 44,000 جنيه، تمام؟ يبقى النهارده المفروض تبقى ب 22,000. بوفر لك نص الثمن. نص الثمن ده حاجه بالعقل. اذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع ايه؟ المستمع عاقل. في ظل النهارده الدولار كان ب 70 جنيه او ب 75 او ب 80 جنيه، كنت بتبيع لي مثلا الثلاجه ب 44 او ب 45,000 جنيه. ويقال على فكره ان التجار كانوا بيحطوا حاجه اسمها اسعار تحويطيه، بمعنى النهارده الثلاجه مثلا بتيجي من المصدر بحوالي مثلا 22,000 جنيه او 23,000 جنيه او 33,000 جنيه، بيروح حاطط لك مبلغ 45 و46,000 جنيه. مبلغ اسمه ايه؟ تحوطي، حاجه زي كده. يعني بيرفع لك سعر رهيب رهيب. يعني النهارده الثلاجه اللي هي ال 18، هقول لكم ان شاء الله اسعار الثلاجات باذن الله واسعار الشركات، او الاسعار اللي بتيجي منها الايه؟ من الشركات. بالنسبه للثلاجات نزل 1000 جنيه و2000 جنيه، ولكن هل هو ده السعر الحقيقي؟ يعني الثلاجه نفسها ب 33 او 43,000 جنيه، هل هو ده سعرها الحقيقي عشان تنزلها لي 42,000 جنيه او 41؟ يبقى ده رخصت. رخصت. دور الرقابه فين بقى هنا؟ الرقابه فين؟ زي علبه السجاير ما بتيجي ب 27، ده اللي اتاكدت منه بقى، بتيجي ب 27 جنيه من الشركه، تتباع من بره ب 40 وب 45 جنيه. تكسب في علبه السجاير النهارده ادي 3 جنيه وادي 10 13 جنيه و5 8، تكسب 18 جنيه في العلبه، يعني 180 في القروصه، بتبيعها في 5 دقائق. ويا عالم في ناس بتبيع في السوق السوداء، بتاخد الحصه من الشركه وتبيعها في السوق السوداء. ده بالنسبه للسجاير. بالنسبه برضه للثلاجات، الثلاجه انت جايبها بكام وخزنتها وبعد كده منعتها عن الناس وقلت لا اصل الدولار غلي، اصل السعر غلي، اصل كذا، اصل كذا. طبعا المواطن هو اللي بيلطم على خدوده وبيلطم على وشه وبيصوت وبيصرخ. ما هو مفيش رقابه. النهارده رحت مول او رحت مثلا مكان معين، تمام؟ انا عايز ثلاجه لي مثلا ب 44 او ب 45، اصل الدولار غلي. طب النهارده الدولار خلاص رخص وبدا يتوفر. انا ما اكذبش عليكم ان لسه برضه شويه، يعني ما اكذبش عليكم لسه شويه، مش هقول النهارده او بكره او بعده، هي بدات تنزل 1000 و2000 جنيه. ولكن انا بقول دور الرقابه فين؟ دور الرقابه فين على موضوع الثلاجات والغسالات والبوتاجازات؟ ليه؟ لان النهارده ولادنا عايزين يتجوزوا ويتستروا،
فبالتالي كل واحد بيدور انه يجيب لبنته ثلاجه، غساله، بوتاجاز، يجيب لابنه كذا كذا. هو ده المفروض. وايضا في حاجات كتير جدا 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 المفروض بقى انها تنزل، لانك بتاخد الدولار بيتوفر لك خلاص. طالما الدولار بيتوفر لك بكذا يبقى حضرتك تبيع بكذا. واتمنى انك تحط سعر معقول، ما تجيبش الثلاجه ب 33 تحط لها 10000 جنيه عليها او 15. حرام. هي 500 جنيه 700 جنيه 200 جنيه، يعني الحاجات اللي هي يا جماعه هو ده الصح والله. انما ما تكويش كده، المفروض ان الدوله تتدخل. وكمان المفروض ان الدوله تتدخل في موضوع الايجارات كمان. النهارده ممكن يقول لي اصل انا مأجر المول مثلا بمليون جنيه، مأجر، ما هو مشكله برضه حقه، مشكله يعني بيجيب عماله بكام وده بكام وده بكام، ما هو دي برضه مشكله. فالدوله المفروض تتدخل في كل القصص ديت من اجل المواطن. والعمليه لو اتظبطت المواطن هيتظبط. اعزائي المشاهدين، اليكم بعض الاسعار. استنى شويه، لما الشركات يخش لها المواد الخام من بره اللي هي جايه بالدولار، ما الدولار اتوفر خلاص في البنوك، فيعتمدوا المستندات او الاعتمادات المستنديه هيعتمدوها، فبالتالي هيشتروا الخامات بسعر الدولار ب 30، فالبضاعه تتوفر، فالشركات هتبدا تنتج انتاج كبير جدا جدا هتغرق السوق. فاللي عنده تلاجات هيبقى محتاج سيوله علشان يجيب حاجات تانية، فبالتالي هيبيع بسعر الشركه غصب عنه. لما يلاقي برضو كل التجار بدأوا يبيعوا بسعر الشركه، هو كمان هيبيع بسعر الشركه عشان ما يخسرش الزباين ويطلع عليه سمعه مش كويسه، اللي هو غالي او مش بيراعي ربنا او ما عندوش ضمير. طيب ال 12 قدم دي عامله 18650. لو لقيتها اغلى مثلا ب1000 و2000، انا ممكن نصيحتي ليك استنى سعرها الشركه هينزل. طيب انا مستعجل، انت ممكن تطلبها من شركه العربي، تكلم الخط الساخن 19 3 19 19. طيب في توشيبا العربي اللي هي الانفرتر دي اللي هي موديلها 46 دي يا جماعه 359 لتر. ده سعرها الشركه بتاعها 26,000 جنيه، ما يزيدش عن 26,000 جنيه. هتلاقيها في السوق مثلا ب29 28، وهي ناقصه في السوق، مش هتلاقيها غير لو حد مخزنها بقاله فتره طويله يعني. فاتقل لحد ما توصل 26,000 بالكتير، يعني هي سعرها الشركه 26,000 بالكتير. او ما اعتقدش الشركات هتنزل الاسعار، ما اعتقدش. هي ممكن يعني ممكن لو نزلت ممكن تنزل عروض، لكن الشركات مش هتنزل اسعار. هي بس الفكره كلها في الوكيل او التاجر اللي واخد توكيل الشركات، هو اللي المفروض يلغي الاوفر برايس بقى، وسعر الحاجه يبيعها بسعر الشركه. تمام. دي 16 قدم اللي هي 359 لتر، ودي ال 12 304 لتر، ودي ال 14 355 لتر. طيب التوشيبا ال 18 اللي هي 395 لتر اللي هي موديلها 51 زد، دي يا جماعه انا بتكلم على العاديه اللي هي من غير ازاز. دي اقصى سعر ليها في السوق 30,100. ده سعر الشركه بتاعها، ما نزيدش عن 30,100 الا لو لقيت منها الازاز الاسود ب 32,000، ما نزيدش عن 32,000. تمام. هتلاقيها في السوق، هتلاقيها مثلا هي سعرها بكام؟ 30,100، ممكن تلاقيها بتتباع مثلا ب 32 33. لا استنى شويه لما توصل، اول لما توصل لسعر الشركه اللي انا بقول لكم عليه 30,100 اشتري ما تستناش، عشان تكون انت ضمنت وطمنت وجبت الحاجه بقى، بس مش هترخص عن سعر الشركه يعني. انا بقول لكم اهو الايام بينا. طيب تورنيدو العربي في ال 14 اللي هي السودا اللي على الشمال دي 14 اسود تورنيدو. تمام. ودول ال 18 تورنيدو. بصوا ال 14 قدم تورنيدو هيبقى سعرها يا جماعه حدود مثلا 21,000، مش هيزيد عن 21,000. ده سعر الشركه بتاعها 21,000. تمام. اول ما توصل للرقم ده اشتريها. طيب تورنيدو 450 اللي هي من غير شاشه دي واللي بشاشه، بصوا يا جماعه هي اقصى سعر ليها 25,000 وشويه، ما تزودش عن كده. ده سعر الشركه الرسمي بتاعها، ما تزودش عن كده وما تخليش حد يضحك عليك. دي اسعار الثلاجات الرسميه، الاسعار المفروض ان انت بعد انت مستني الحاجه ترخص، خلاص الدولار نزل والذهب نزل والكلام ده، هي الاسعار هتوصل للارقام اللي بقول لك عليها دي ومش هتنزل تاني والله.